الأصعب من التعامل مع الأرقام في الإكسل التعامل مع التكست. في الفيديو ده هنحل بعض مشاكل التكست اللي بتقابلنا في شغلنا كل يوم. جالنا الصبح instructions إن الاسم بدل ما هو بالشكل ده محتاجين نكتبه كله upper case. هنا عندي فورمولا اسمها upper هتحل الحوار ده، وزيها بالظبط الفورمولا اللي اسمها lower. ده كله مش بياخد معايا وقت. في حالة إن أنا عايزة أخلي أول حرف بس هو اللي كابيتال في كل كلمة، فأنا هستخدم function اسمها proper. دي هديها سواء lower case أو upper case، هي هترجع لي الفورماتنج زي أول كولوم. ده أول جزء. تاني جزء معانا لو أنا عايز أعمل حاجات more specific، أنا محتاج في كود مثلا إن أنا آخد الانيشالز بس من name. هنا لازم أفكر فيها أجيبها إزاي. أنا عايزة أجيب حرف ال A وحرف ال B. أول حاجة ال A ده سهل، عندي function اسمها left بديها التكست وبقول لها أنا عايز أول كاركتر بس من على الشمال، هترجع لي الايه. بالمناسبة لو ما كتبتش ال1 هيرجع لي أول حرف برضو بس. طب أنا عايزة أكتب جنبه بقى الحرف الأولاني من الاسم التاني، فهنا أنا محتاج أعمل AND علشان أجيب حرف البي. فأنا عندي أكتر من طريقة، هبدأ من الأسهل اللي اسمها text after. هي بتدور على التكست اللي بعد الفاصل اللي هقولها عليه. فمثلا هقولها في التكست ده دوري على السبيس وهاتيلي ما بعده، بس هي كده هتجيب لي الفول نيم. انا مش عايز كل ده، انا عايز اول حرف من على الشمال، فهحطها جوه ليفت ويبقى ليفت برضو 1. فانا كده جبت الانيشلز. طيب انا ما عنديش تكست افتر، هعمل ايه؟ هنا الموضوع هيبقى complicated شوية، بس خلينا ناخده سنة سنة. انا عندي function اسمها mid دي لو انا عايزة اجيب تكست في النص، يعني مش على اليمين ولا على الشمال. فهنا انا هقول لها في التكست ده الستارتنج نمبر بتاعي فين؟ اللي بعد السبيس. فانا محتاجة احدد السبيس دي رقم كام، يعني كديجيت رقم كام. فهقول find او search الاتنين بيعملوا نفس الفانكشن. هقول لها دوري على السبيس في التكست ده وزودي عليه 1، علشان السبيس مثلا لو هنا رقم 6 فأنا محتاجة أخد البي اللي هي رقم 7. فكده أنا حددت الرقم اللي أنا هبدأ بيه. طيب النمبر of characters، يعني أنا عايزة كام واحد؟ أنا عايزة واحد بس. فكده أنا عرفت أجيب البي. دي أصعب طريقة ممكن نتكلم فيها. طب أنا عايزة أقسم الكولوم ده لفيرست نيم ولاست نيم، فهنا أنا هستخدم left زي ما اتفقنا قبل كده اللي هي بتجيب الكاركترز اللي على الشمال. بس هنا أنا ما عنديش بقى، يعني مش هقدر أقول لها 5 6 7 لأن الأسامي number الكاركترز فيها مختلفة. فهنا هقول لها find السبيس زي المرة اللي فاتت في التكست ده ونقصي 1. طب عشان أجيب بقى last name هنا هستخدم right مش left، والموضوع هيبقى فيه تريكة تانية لأن النمبر of characters مش هيبقى اللي قبل السبيس فهعرف أعده. أنا هنا عندي محتاجة أجيب عدد الكاركترز في النيم كله واطرح منها الفيرست نيم والسبيس. فعشان اجيب عدد الكاركترز في كل النيم هستخدم فانكشن اسمها len. وعشان انقص بقى الفيرست نيم فهنا ممكن اجيبها من الكولوم اللي عندي وازود عليه 1. فكده انا قدرت اجيب الفيرست نيم واللاست نيم. هل في طريقة سهلة ممكن اجيب بيها اللاست نيم؟ طبعا
هجيبها بقى بتكست افتر، مش محتاجة اعمل حاجة اكتر من كده، اللي هو تكست افتر من هنا سبيس. خلاص خلص. احنا عرفنا نرد على كل الأسئلة اللي في الشيت ده باستخدام الطريقة السهلة اللي موجودة في الفيرجنز الجديدة من الإكسل، وبالطريقة البيزك خالص اللي كل الناس هتلاقيها عندها في الأوفيس عندها. لنفترض إن أنا عندي البرودكت اي دي بالشكل ده، وهو واضح إنه مكون من 3 أجزاء. الأجزاء دي أنا شايفاها إن هي الكاتيجوري والسب كاتيجوري والبرودكت نمبر. أنا لو عايزة أفصلهم عن بعض علشان أجمع مثلا باي كاتيجوري، عايزة أشوف أعمل أناليسز منه، هنا أنا ممكن أستخدم كذا طريقة. خلينا نبدأ بالأسهل. عندي فانكشن اسمها text split. text split بتاخد التكست وبتاخد الفاصل اللي احنا عايزين نفصل الكولومز بيه. في الحالة دي أنا عندي هي الداش، هقول لها تفصلهم لي بالشكل ده. احنا هنا هيطلع لنا ايرور، انا بس عايزة اوريكم ايه المشكلة وهنحلها ازاي. الايرور هنا عندي بيقول لي ان ده dynamic array جوه تيبل. التيبل ما بيفهمش dynamic array، هو بيفهم ان السيل تبقى لوحدها. فعشان اعدي المشكلة دي هنا ممكن استخدم function اسمها choose columns او index، برضو الاتنين هيعملوا نفس الحاجة. هنا هقول لها بالنسبة للكاتيجوري فانا عايزة اول جزء من الديناميك array ده، فهترجع لي الكاتيجوري بس. وبالمثل هاخد نفس الفانكشن copy and paste عادي جدا واحطها هنا، بس هقول لها انا عايزة تاني جزء اللي هو بين two dashes. وفي اخر جزء هقول لها انا عايزة تالت كولوم بس. فانا كده عملت سبليت للتكست. طب بفرض انا ما عنديش اوفيس 365، هحتاج ان انا ارجع للفورمولاز اللي احنا قلناها في الفيديوز اللي فاتت، اللي هي left و right و find و mid. كل الحاجات دي هتساعدنا برضو نextract التكست بالشكل ده، بس الطريقة بتبقى اصعب شوية.